تزخر الأسواق الشعبية في القاهرة بالحياة، وهي سيمفونية من الأصوات التي ترتفع في الهواء النابض بالحياة. تضحك النساء وتساوم، وتشكل فساتينهن الملونة تناقضاً صارخاً مع الأرض الترابية. في خضم الفوضى تجاهد فاطمة لبيع خضرواتها، ووجهها يعكس القلق. الجو كثيف برائحة التوابل والفواكه الناضجة، وهو حمل حسي زائد. ينبض السوق بطاقة محمومة، وهو عالم مصغر لروح القاهرة النابضة بالحياة. تجلس منى وعقدة الحاجبين بينما تهتز ماكينة الخياطة الخاصة بها، مما يملأ ورشة العمل بضجيج إيقاعي. تتلقى منى مكالمة هاتفية تخبرها برفض طلب القرض الخاص بها. يخيم خيبة الأمل على وجهها للحظات، وهي لحظة عابرة في ورشة العمل الملونة. بعزم متجدد تعود إلى حرفتها، تصميم محفور في كل غرزة. تقف ندى الطالبة المتميزة شامخة في جامعة القاهرة، وهي على استعداد لقبول جائزة، وتشع ذكاء وتصميما. تلقي ندى خطابها الحماسي، وصوتها يتردد بقناعة: أيها الفتيات، التعليم هو سلاحنا، درعنا وطريقنا إلى مستقبل أكثر إشراقاً. أشعلت كلماتها قلوب الجمهور وأثارت الأحلام. لا تدع أحداً يخبرك أن أحلامك كبيرة جداً، تعلن ندى، وعيناها تشتعلان بتشجيع شديد. تهدر قاعة المحاضرات بالتصفيق، وهي سيمفونية من الأمل والإلهام تملأ الأجواء، احتفالاً بانتصار ندى.